السؤال صعب ان يتحقق هذا الحلم، لكن الان قاعد نشوف الحلم امامنا. نصف الحلم اكتمل، بقى النصف الاخر. النصف الاول وهو بتواجد كريستيانو رونالدو في اسيا والشرق الاوسط، وخاصة في السعودية ومع نادي النصر. اما الحلم الثاني اللي قاعد يتكلم عنه الكثير حاليا، ليونيل ميسي قريب جدا من الهلال السعودي، عقد ل3 سنوات. معناها راح نشوف كلاسيكو جديد بعد ان رايناه في اسبانيا بين برشلونة وريال مدريد، الان راح نشوفه بين الهلال السعودي والنصر السعودي، وطبعا الاثنين في عاصمة واحدة واللي هي الرياض. ولكن صفقة ليونيل ميسي للهلال مو اكيدة، لان في كلام انه هم برشلونة دخل في الموضوع. انتظر الايام القادمة، وصراحة اتمنى ان ليونيل يجي للهلال حتى نشوف كلاسيكو ثاني بين الهلال والنصر. والكل يعرف انه بالسعوديه الكلاسيكو الكبير هو بين الهلال والنصر دائما. اتى كريستيانو رونالدو للنصر، كثير استنقص من كريستيانو، والان راح ياتي ميسي ونفس الحاله راح يستنقصون من ميسي، ولكن انتم ما تعرفون الفوائد اللي راح يستفاد منها